بلح الشام هنعمل مع بعض النهاردة بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة. حتى لو أول مرة هتعمليه هيطلع ناجح معاكي وطريقة مضمونة 100%. عملنا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي بكوبايتين دقيق بس. هعلمك ازاي تسويه وازاي ما يطلعش شارب معاكي شربات زي اللي بنشتريه من بره. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ولو اول مرة تشوفيني انا هبة ودي قناتي. يلا نسمي الله ونخش على الفيديو على طول. اول حاجة وقبل ما اشغل النار هبدأ انزل بكوبايتين من السكر، وبعد كده هبدأ انزل بكوباية من المية. هولع عليهم بقى النار وهبدأ أنزل عليهم بنص ليمونة بالعصير بتاعها بس. وبعد كده بقى هبدأ أدوب السكر بالراحة كده علشان ما فيه سكر يجي على الجوانب. ولو شكة إن فيه سكر جه منك على الجوانب هبدأ أجيب فرشة وبلها بمية وهبدأ أمسح بالجوانب كده علشان أتأكد إن مفيش أي سكر طلع على جوانب الحل. وبكده هتضمني إن الشربات بتاعك ما يسكرش أبدا. بعد كده هبدأ أنزل عليهم بنص معلقة من الفانيليا، وهاخد الشربات بتاعي بعد 7 أو 8 دقايق غليان على نار هادية. هبدأ أحطه في بولة وهسيبه على جنب يبرد. بعد كده بقى جبت معايا في البولة دي كوبايتين من الدقيق ومعلقة من النشا. ومعلقة النشا هنا ضرورية جدا علشان يخلي اللي بلح الشام بتاعي ما يشربش سكر كتير وفي نفس الوقت يكون فيه قرمشة خفيفة. هنخل بقى الدقيق بتاعي كويس وهجيب حلة بقى وهبدأ أنزل فيها بكوباية ونص من المية وذرة خفيفة من الملح، وكمان هنزل بمعلقة من السكر وربع كوباية زيت. وهبدأ أقلب المكونات دي مع بعضها. وأول ما المية بتاعتي تبدأ تغلي هبدأ أنزل فيها بالدقيق اللي احنا نخلناه مع بعض. تمام كده. هنزل بالدقيق بقى وهبدأ أقلب الدقيق والمية مع بعض لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعضها تماما. عايزة قوة شوية المرحلة دي. هقلبهم بقى كده مع بعض. بعد كده هطفي عليهم النار وهسيبها لحد ما تبرد، يعني تبقى دافية. هشيلها بقى من على النار وهبدأ أنزل فيها في البولة بتاعتي دي وهسيبها لحد ما تبرد خالص لأنها طبعا دلوقتي سخنة مش هينفع ننزل عليها بالبيض. بعد ما بردت بقى هبدأ أنزل عليها ب2 عدد بيضة. البيض اللي معايا دوت حباية البيض كبيرة، فلو عندك البيض بس صغير هتبدأي تحطي 3 مش 2. أنا نزلت ب2 بيضة لأن البيض اللي عندي كبير مش صغير. ونزلت عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الفانيليا. هبدأ بقى أقلب مع بعض. هعجن بقى كويس البيض لحد ما يختفي في العجينة تماما. وطبعا في الوقت دوت مفيش ريحة زفارة ولا أي حاجة. هبدأ بقى أجيب كيس الحلواني بتاعي والقمع المخصص بتاع بلح الشام. عايزة تجيبيه الحجم اللي انت عايزاه، حجم صغير حجم كبير براحتك خالص. انا اخترت دوت لاني بصراحة ما كانش عندي الاستانلس، ودوت يمكن طلع كمان مطرم شوية. بعد كده بقى هجيب طاسة وهنزل فيها بزيت بارد. الزيت هنا لسه بارد. ومن نجاح التسوية بتاع بلح الشام ان الزيت يكون بارد، ما ينفعش يكون سخن. يعني بعد ما هتخلصي اول كمية هتطفي على الزيت وتسيبيه يبرد، وبعد كده هتكملي بقية الكمية تاني. لازم يكون الزيت بارد. وهحط المقص في الزيت كده، وبعد كده هبدأ اقص الحجم اللي انت عايزاه. عايزة تعمليه كبير عايزة تعمليه صغير براحتك خالص. خلصت بقى الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اخده واحطه على النار. طبعا النار هادية هادية خالص. واول ما يبدأ يرفع معايا كده من في على وش الزيت يعني هبدأ اقلب فيه. هتبدأ بقى تحسيها نشفت كده تبدأي تقلبي فيه. قبل كده ما ينفعش خالص. ياخد بقى اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه الحلو ده، وهبدأ اخرجه على طول من الزيت. وزي ما اتفقنا هنطفي على الزيت وهنسيبه بقى يبرد من تاني علشان نرجع نحط فيه بلح الشام ونكمل بقية الكمية بتاعتنا.
هنزل بقى ببلح الشام بتاعي في العسل زي ما انتوا شايفين، هسمعكم دلوقتي الصوت بتاعه وهو كمان جوه العسل. هسيبه دقيقة أو دقيقتين وبعد كده هطلعه أحطه في مصفى عشان يصفي بقية اللي فيه. سامعين الصوت؟ عايزة أقول لكم إن الطريقة ناجحة 100%. وطبعا لو عايزاه يشرب عسل بزيادة سيبيه وقت أطول في الشربات، ما تطلعوش على طول. أنا سبته دقيقة مثلا أو دقيقة أو نص وطلعته على طول. بعد كده بقى خلصت بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها، وبدأت أطلعه وأحطه في المصفى علشان يصفي بقية الشربات منه. وهتعملي بقى احلى حبة بلح الشام ممكن تاكليهم في حياتك، انسي اللي بتشتريه من بره خالص وانسي اي حاجة تانية. طبعا نضيف، وعملنا كمية محترمة جدا من كوبايتين دقيق بس. طبعا والطريقة مفيش اسهل من كده. وعايزة اقول لكم بقى ان انا اتفاجئت بالليمونة اللي دعاء حطها لي جوه الفانوس دي، شالت الشمعة وحطت الليمونة. ربنا يجازيكي خير يا دعاء. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.